بيبدأ فيلمنا من 7 سنين فاتوا، وفي بنشوف إن في كويكب كان جاي ناحية الأرض، بس لحسن الحظ بنشوف إن العلماء بيقدروا إن هم يدمروه باستخدام صواريخ قبل ما يوصل، وبنشوف البشرية كلها بتحتفل بإنها قدرت تنجو من المصيبة ديت. بس الكارثة الحقيقية حصلت بعد كده، ودوت لأن المواد الكيميائية اللي كانت خارجة من الصواريخ نزلت مع الغلاف الجوي، وبتبدأ إنها تختلط بمية المطر اللي بتنزل على الأرض، وكل الكائنات ذوات الدم البارد بدأت إنها تتحور، ودوت نتج على إن أحجامها ابتدت تكبر بطريقة محدش كان يتخيلها، لدرجة إن الأسلحة العسكرية كانت يا دوب تقدر إنها توقفهم أو تعطلهم، لدرجة إن حتى الدبابات ما كانتش قادرة إنها تخلص عليهم. وبنعرف إن في وقت قصير جدا الوحوش ديت قضت على حوالي 95% من البشر، والناس اللي نجت اضطرت إنها تعيش تحت الأرض. وبعدها بنعرف إن واحد من الناجيين دول هو اسمه جويل، وكان عايش جوه مستعمرة تحت الأرض، والمستعمرة ديت كان فيها أسلحة للدفاع ضد أي خطر خارجي، وكمان كان عنده بقرة علشان توفر لهم مصدر الأكل. وبنشوف إن في فرق كانت بتطلع علشان تجيب إمدادات من بره المستعمرة، ولكن رغم كل دوت جويل كان ممنوع يطلع معاهم، وشغله كان بسيط لأنه كان بيقضي وقته في المطبخ. وفي يوم وهو شغال بنسمع صفارات الإنذار وهي بتشتغل، ودوت لأن في واحد من الكائنات دخل ناحية المستعمرة، وكل الناس بتتحرك بسرعة علشان تواجه الخطر، وجويل بيوزع الأسلحة على أفراد المستعمرة كلهم، وفي نفس الوقت بيتابعوا مكان الكائن باستخدام جهاز الرادار. ولكن بنشوف إن الوحش بيقدر إن هو ياخد واحد من أفرادهم، وجويل بيحاول يساعد فبيطلع فوق لأول مرة، ولكنهم بيرفضوا وبيمنعوا إن هو يشارك في المهمة ديت. ولكن أول ما بيقف قدام الوحش وجها لوجه بنشوف إن الخوف بيسيطر عليه وما بيعرفش إن هو يتحرك، والوحش دوت كان يا دوب خطوة إن هو يخلص على جويل، بس باقي الفريق بيوصل في الوقت المناسب وبيقتله. وبعدها الفيلم بيرجع ل7 سنين قبل الأحداث ديت، وبنشوف جويل مع حبيبته إيمي وراكبين العربية سوا، وفي ظل ما هما ماشيين بنشوف إن في صواريخ بتبدأ تطلع للسما، وهي نفس الصواريخ اللي كانت هتدمر الكويكب. وبعدها الفيلم بيرجع للوقت الحالي مرة تانية، وجويل بيقول إن هو بيعيش أغلب وقته يصلح في أجهزة الراديو، وكمان بيحط نظريات للتعامل مع الكائنات اللي بره. ورغم إن دوت شغل بسيط ولكنه بيديله هدف، ولكن في يوم كل حاجة بتتغير فجأة لأن رسالة بتوصل عن طريق جهاز الراديو، والرسالة ديت كانت من إيمي. وبعد ما بيتكلم معاها شوية بياخد قرار، وهو إن هو هيسيب المستعمرة ويروح يدور على إيمي بنفسه، وعلشان يعمل دوت لازم يعدي وسط الأرض اللي كانت مليانة بالوحوش العملاقة، وكان ناوي إن هو ياخد إيمي ويرجع يعدي وسط الأرض ديت تاني للمستعمرة. وبعدها الفيلم بيرجع للماضي مرة تانية، وبنشوف وقت الفوضى اللي حصل بعد إطلاق الصواريخ، وجويل وإيمي اتفرقوا عن بعض وسط المدينة وقتها، وقبل ما يضيعوا من بعض وعدوا بعض إن هما هيرجعوا يتقابلوا. وفي الوقت الحالي جويل بيبلغ كل المستعمرة بقراره، وبيقول لهم إن هو هيسيب المستعمرة ويمشي النهاردة، ولكن محدش فيهم بيدعمه أو بيوافق على قراره، ودوت لأن مستعمرة إيمي بتبعد 85 ميل كامل عن مستعمرتهم، والمسافة ديت هيعديها وسط الوحوش العملاقة. وكان بالنسبة للناس ديت المهمة ديت تعتبر مهمة انتحارية، بس جويل كان حسم قراره خلاص ومش هيتراجع، وبيقرر إن هو يسيب أمان المستعمرة ويتجاهل كل التحذيرات اللي سمعها، وبيبدأ رحلته الطويلة وسط العالم الحقيقي. وبعد وقت قصير من خروجه بيسمع صوت قريب منه، فبيستخبى بسرعة جوه بيت قديم مهجور، وجويل ما كانش متوقع إن الخطر يكون موجود حواليه في كل مكان كده. وقريب منه في بركة مية بنشوف إن في ضفدعة عملاقة بتظهر قدامه، والضفدعة ديت بتقدر إنها تمسكه بلسانها قبل ما يهرب، وكان خلاص الضفدعة ديت هتخلص عليه، بس فجأة بنشوف إن في كلب بيجري ناحيته فجأة وبينقذه، ودوت بعد ما الكلب بيبدأ يعض لسان الضفدعة وبيقطعه، ودوت بيدي جويل فرصة إن هو يهرب من المكان. وبعدها الاتنين بيبدأوا يجروا بعيدا عن الضفدعة، وبعد شوية الكلب دوت بياخدوا الأتوبيس قديم مهجور، وجويل بيكتشف إن الأتوبيس دوت هو بيت الكلب الحقيقي، وهناك بيعرف إن الكلب دوت اسمه بوي، وكمان بيعرف إن صاحب بوي ما بقاش موجود خلاص. وفي الليلة ديت جويل بيبات جوه الأتوبيس مع الكلب، وتاني يوم الصبح بيستعد إن هو يكمل رحلته لوحده، بس الكلب بوي بيرفض دوت وما كانش راضي يسيبه لوحده، والكلب بيصمم إن هو يكمل الرحلة مع جويل، وبكده جويل بيكمل الرحلة مع بوي. وجويل
جويل بياخد لبس قديم كان يخص صاحب جوي، وبعد شوية بيشوف شجر عليه حبات توت حمراء، فبيبدأ ان هو ياكل منها من غير ما يفكر، بس بوي بيمنعه قبل ما يكمل اكلها لان التوت دوت سام وما ينفعش يتاكل. وفي ظل ما هما بيكملوا طريقهم وسط البرية، جويل بينشغل وهو بيقرا كتاب عن طريق النجاة، ومن غير ما ياخد باله من طريقه بيقع فجأة جوه حفرة عميقة. بس للأسف ديت ما كانتش مجرد حفرة، لا دي كانت عش خاص بمجموعة من الوحوش، وعلى طول بنشوف كذا كائن بيبدأ ان هو يهجم عليه من كل ناحية. ولما جويل خلاص افتكر ان ديت النهاية، بيظهر فوق 2 وبيبدأوا ان هم ينقذوه قبل ما الوحوش توصل له، وبنعرف ان واحدة منهم بنت اسمها مينو والتاني كان اسمه كلايد، وبيقولوا لجويل ان هو يكمل رحلته معاهم. وبعدها بيصدموه بالحقيقة وبيقولوا له ان بصراحة مهاراته في النجاة ضعيفة جدا، وعلشان كده مينو بتبدأ تعلمه اساسيات النجاة، وكمان بتعلمه ازاي يستخدم القوس بطريقة صح. وجويل مع التدريب بيبدأ يتحسن واحدة واحدة، بس كان لسه صعب عليه ان هو يسيب الهدف، ومع كده مستواه بيبدأ يتحسن يوم بعد يوم. والأول مرة بيحس ان هو ممكن ينجو فعلا في العالم اللي بره. وفي ظل ما هم ماشيين، كلايد بيحذروا ان الكائنات ممكن تكون بتتعقبهم، ودوت لان الوحوش بتقدر تميز الروائح بسهولة، وغالبا كده هم عرفوا ريحة جويل خلاص. وفجأة حلزون عملاق بيظهر قريب منهم، بس كلايد ما بيهاجموش وبيفضل محافظ على هدوءه، وبيطلب من جويل ان هو يقلع القميص بتاعه، وبعدها بيدي القميص للحلزون، وبشكل غريب الحلزون بيمشي من غير ما يهاجمهم، وكان شايل معاه القميص بتاع جويل. وكلايد بيشرح ان الحلزون هينشر الريحة بتاعت جويل في كل مكان، ودوت اللي هيخلي الوحوش تضيع اثر جويل. ومينو بتقول ان مش كل الكائنات خطيرة لان في كائنات كتيرة مسالمة، وفي النهاية بيوصلوا المكان لازم يفترقوا عنده، ودوت لان مينو وكلايد كانوا رايحين لمستعمرتهم هما، اما جويل فكان مكمل طريقه علشان يوصل لإيمي. وقبل ما كلايد يمشي بيديله قنبلة يدوية وبيقول له يستخدمها بس وقت ما يكون ضروري قوي فعلا، وبعدها بيمشي، وبكده بيرجع جويل وبوي لوحدهم تاني. وفي ظل ما هما ماشيين، بوي بيحس ان في حاجة قريبة منهم وعلى طول بيستخبى من غير ما يصدر اي صوت، وبعد لحظات الارض بتنشق من تحتهم فجأة، وبنشوف كائن ضخم بيطلع من تحت الارض، وقبل ما جويل يلحق يتصرف او يتحرك الكائن دوت بيبدأ يهاجمه وبيرميه لبعيد. وفي ظل ما بيحاول يقف من تاني بنشوف ان في ذكريات مؤلمة بترجع له مرة واحدة، وبيفتكر ان الكائن دوت شبه بالظبط الكائن اللي كان السبب في موت ابوه وامه من سنين. بس بعدها بنشوف ان جويل بيقف على رجليه من تاني وبيبدأ ان هو يقاتل الكائن دوت ويرد هجومه. وبعدها جويل وبوي بيوصلوا لبيت مهجور قديم، وجوه البيت بيلاقوا روبوت، والروبوت دوت كان فيه لسه شحنة بسيطة شغالة، وباستخدام البطارية اللي فاضلة فيه الروبوت بيساعد جويل ان هو يشغل جهاز راديو، والأول مرة جويل بيقدر ان هو يتواصل مع إيمي مرة تانية، وبيسمع خبر حلو ان هو قرب من مستعمرة إيمي. بس للأسف بطارية الروبوت خلصت قبل ما يكملوا كلامهم، وقبل ما الروبوت يطفي بيوري له صور عيلته القديمة، وجويل بيبدأ يندمج معاها شوية، بس الروبوت بيفصل. وتاني يوم جويل بيكمل رحلته من تاني لوحده، بس ملحقش ياخد نفسه وشاف وحش كان عايش تحت الأرض بيظهر قريب منهم، وهنا جويل بيستخبى بسرعة ورا شجرة هو وبوي، وكمان بيكتم بق بوي علشان ما يطلعش أي صوت. وفي البداية كل حاجة كانت ماشية بشكل طبيعي، بس بنشوف في قطعة قماشة من هدوم صاحب بوي وقعت في الأرض، وكانت جوه بركة مية، وبوي لما بيشوفها بيروح بسرعة علشان يجيبها، بس الوحش دوت بيسمع الصوت بتاعه وبيبدأ الهجوم. وجويل بيفتكر القنبلة اللي اداها له كلايد قبل كده، فبيطلعها بسرعة وبيرميها ناحية الوحش، والانفجار دوت بيوقفه وبينقذهم هما الاتنين. وجويل بيجري بسرعة علشان يطمن على بوي، بس أول ما بيوصلوا بيبدأ يزعق فيه، وبوي ما بيفهمش هو عمل ايه غلط، فبيتضايق وبيجري بعيد عنه وبيسيب جويل لوحده. وهنا بنشوف ان جويل بيندم على كلامه، بس كان خلاص بوي سابه وبقى لوحده، وبنشوفه بعد شوية بيبدأ يتعب وبيفضل ماشي لحد ما بيقع وبيفقد الوعي. وفي ظل ما هو كان فاقد الوعي بيحلم بإيمي، وفي الأول بيفتكر ان هو مجرد حلم عادي، بس أول ما بيفتح عينيه بيلاقي إيمي قدامه. وبكده أخيرا جويل قدر يوصل لمستعمرتها بعد الرحلة الطويلة ديت، وكان فرحان جدا ان هو رجع يقابلها تاني. وإيمي بتقوله ان مجموعة ناس وصلوه من فترة، وان هو بقاله كذا يوم نايم، وبتقوله كمان ان في ناس عرضوا عليهم ان هم يسفروهم لمكان مفهوش وحوش. ولما جويل بيبص حوالين المستعمرة بياخد باله من حاجة، ان إيمي بقت دلوقتي واحدة من قادة المستعمرة بتاعتها، وبقت قائدة قوية وشاطرة والكل بيحترمها. وبعدها جويل بيتعرف على كابو ودونا وروكو،
وكاب بيشاور على مركب موجود قدامهم وبيقول ان الكل ناوي يسافر بالمركب دوت. وبعد شويه جويل وايمي بيقعدوا يتكلموا لوحدهم، ولكن الكلام ما بيمشيش بالشكل اللي كان متوقعه، ودوت لان ايمي بتقول له ان كل حاجه اتغيرت وانها ما بقتش نفس البنت اللي كان بيحبها زمان، وخلال السنين ديت خسرت ناس كتير قريبين منها، وكمان خسرت الراجل اللي حبته بعده واللي بنعرف ان هو مات من حوالي سنه. وايمي بتعترف انها كان المفروض تقول له دوت في الراديو، والحقيقه ديت بتصدم جويل واللي فضل 7 سنين متمسك بيها، وكان فاكر ان لما يرجع لها كل حاجه هترجع زي الاول. وبعدها بنشوف اجتماع وجويل اللي فيه كان بيحكي كل حاجه عن اللي اتعلمها بره، وبيقول ان البشر يقدروا يعيشوا خارج المستعمرات وكمان يقدروا يحاربوا الوحوش ديت ويقتلوهم. بس بنشوف ان كاب بيتريق عليه قدام الكل وبيساله اذا كان هيطبخهم، ودوت لانه عرف من ايمي ان جويل اصلا كان طباخ، والكلام دوت بيحرج جويل قدام اللي موجودين وبيبدا ان هو يتضايق. وبعدها بيتصل بالمستعمره بتاعته، وفي مستعمرته الكل بيفرح ان هو لسه عايش وما كانوش مصدقين، وبيقولوا له ان هجمات الوحوش زادت بعد سفره وان مستعمرتهم ممكن ما تبقاش امنه لفتره طويله. بس قبل ما يكملوا كلام الاتصال بينقطع فجاه، وبعد شويه جويل بياخد باله من الاكل، وده كان الاكل اللي كاب بعته ليه قبل كده، بس بياخد باله من حاجه وسط الاكل وكان فيه نفس التوت السام اللي كان بوي منعه ان هو ياكله قبل كده. وفي اللحظه ديت جويل فهم ان في حاجه غلط وان في حاجه بتتدبر لهم، فبيجري بسرعه علشان يحذر ايمي، بس هي كانت سكرانه وما خدتش كلامه بجديه. وقبل ما يقدر يعمل اي حاجه تانية بنشوف ان دونا بتضربه من وراه وبيفقد الوعي، ولما جويل بيفوق بيلاقي نفسه مربوط ومش قادر يتحرك. وساعتها كاب بيكشف الحقيقه، وهي ان في العالم دوت الاكل والدواء والامدادات بقى ليهم قيمه، وعلشان كده كاب وجماعته عمرهم ما كانوا بيساعدوا حد. اما خطتهم الحقيقيه هي كانت انهم يسرقوا كل اللي في المستعمره وبعد كده يسيبوا الناس يواجهوا مصيرهم مع الوحوش. بس جويل بيكتشف حاجه اخطر، وهي ان المركب اصلا ما كانش شغال بمحرك، لا ده كان في وحش بحري عملاق هو اللي بيسحبه. وبعدها كاب بيسيبه يتجه ناحيه المستعمره، وكان رايح ناحيه المستعمره علشان يسرقها. ولحسن الحظ ايمي بتقدر تفك نفسها هي وجويل، وبينما الكل بيحاول ينجو من اللي بيحصل ايمي بتواجه روكو وبتقدر انها تهزمه، ولكنها كمان بتفقد الوعي في وسط المواجهه. وفي نفس الوقت جويل بيحاول يوقف الوحش البحري وبيستخدم حديده وبيحاول يقلبه على ظهره، بس اول ما بيحاول يضربه الوحش بيرميه لبعيد. وبعدها ايمي بتفوق وبترجع لوعيها من تاني وعلى طول بتدخل في مواجهه مع دونا. وفي نفس الوقت الوحش بيقرب من جويل، بس فجاه بوي بيرجع في الوقت المناسب وبيبدا ان هو ينبح عليه، وكاب بيأمر دونا انها تخلص على بوي ولكنها بتضيع الضربه وما بتقدرش تسيبه. وبعدها كاب بيضرب ايمي وبيفقدها الوعي تاني، ولما الوحش بيلف ناحيه كاب بيضربه بالكهرباء وبيرجعه تحت سيطرته من تاني. وجويل بيفهم ان الوقت بقى قليل خلاص، فبيطلب من بوي ان هو يساعد ايمي باي طريقه، وعلى طول بوي بيحاول يصحيها. وفي مكان تاني كاب وباقي جماعته بيحاولوا يهربوا، والوحش بيتجه ناحيه جويل مره تانيه، وفي اللحظه ديت ايمي بترمي له مسدس، ولما الوحش بيرفعه لفوق في الهواء جويل بيبص على عيون الوحش وفجاه بيفتكر الكلام اللي مينو قالته له قبل كده، وهي ان مش كل الوحوش في العالم ديت شريره. والكلام دوت بيغير طريقه تفكيره، فبدل ما يهاجم الوحش بياخد باله من السلسله الكهربائيه اللي كانت مسيطره عليه، وعلى طول بيضرب السلسله ديت بالمسدس. ولما السلسله بتتكسر دلوقتي الوحش دوت بقى حر، وبنشوفه بيقرر ان هو ما يأذيش جويل ولا ايمي، لا ده بدل كده بيروح ناحيه مركب كاب، والناس اللي فضلت تستغله طول الوقت دوت ما بقاش ليها اي مكان تهرب منه. وبعد فتره بنشوف جويل بيستعد ان هو يرجع للمستعمره، بس قبل ما يمشي بيدي ايمي الدفتر اللي هو كتبه، وكان في الدفتر دوت بيسجل فيه كل رحلته بالتفصيل، وكمان بيسيب لها تمساح صغير هديه، وايمي بتوعده انها هتيجي تدور عليه. وبعدها جويل وبوي بيكملوا رحله الرجوع سوا، وفي الطريق بيواجهوا وحوش تانية اكتر. وفي النهايه جويل بيوصل لمستعمرته اخيرا، وبيلاقوا اصحابه كلهم لسه عايشين، وكل افراد المستعمره بيحتفلوا برجوعه وسطهم. وبعدها جويل بيبدا يحكي قصته في الراديو، وكمان بيكتب كتاب جديد عن اللي اتعلمه بره، ودوت اللي بيفتح الطريق لكل البشر ان هم يمشوا على خطى جويل ويقدروا ان هم يرجعوا لعالم تاني. وفي اخر مشهد بنشوف كلايد ومينو وهم لسه بيكملوا مغامراتهم في العالم الخارجي. وبكده بيخلص الفيلم بتاعنا لسهرة النهارده. فلو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك للقناه وتشترك فيها، وما تنساش تكتب لنا حابب نتكلم عن فيلم ايه المره اللي جايه. وبس كده، ونشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.